وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في أولى حلقات برنامج فضفضة. وصلتني النهاردة رسالة البريد البرنامج من صديقة بتقول: ولادي عاملين لي عقد احتكار. لفت نظرنا طبعا عنوان المشكلة، يعني إيه ولادي عاملين لي عقد احتكار؟ السيدة دي بتقول إن ولادها منعينها إنها تمارس أي نوع من العلاقات، سواء مع صديقاتها أو مع جيرانها أو مع زمايلها في الشغل، لدرجة إنه حتى لما بيجي لها تليفون من حد من صديقاتها للأسف بتضطر تدخل أوضتها وتقفل بابها على نفسها عشان ما حدش من ولادها يسمعوها. وبتسأل: هل فعلا ينفع ولادي يعملوا لي عقد احتكار؟ أنا هرد عليها وأقول لها من الواضح إن ولادك عندهم نوع من السيطرة والغيرة عليكي، وبيحاولوا على قد ما يقدروا إن هم يحدوا من علاقاتك العاطفية أو الاجتماعية، علشان متخيلين إن أنت هتبعدي، وده نوع من أنواع التحكم أو السيطرة أو الغيرة. وطبعا هم مش مدركين أو مش فاهمين إن هم لما يعملوا كده معاكي ده هيأثر على صحتك النفسية، وهيأثر على أسلوبك وكلامك معاهم، وحتى هيأثر على طريقة تربيتك ليهم. فأنا رأيي إن أنت تقعدي معاهم، تفهميهم وتكلميهم وتقولي لهم إن مهما حصل ومهما كان ليكي علاقات اجتماعية بره، عمره ما هيأثر بالسلب لا على وجودك معهم في قلب البيت ولا حتى على علاقتك بيهم، لأن مهما حصل عمر ما هتقدري أنت تبعدي عنهم، ولا حتى هم هيقدروا يفضلوا فرضين سيطرتهم عليكي. ولازم تفهميهم وتقولي لهم إن السيطرة أو تأييد الحرية بتاعتك دي غلط، ده هيأثر بالسلب عليكي مش بالإيجاب. هم ممكن يكونوا حاسين إنك ممكن تتاخدي منهم شوية أو ممكن تبعدي عنهم شوية، بس حاولي تفهميهم إن ده مش هيحصل. وحاولي كمان تقولي لهم إن تقعدي معهم وتفهميهم إيه الممكن وإيه اللي مش ممكن في حدود التعامل والعلاقة ما بينك وما بينهم. ولما تقعدي تتكلمي معاهم وارد جدا إن هم يسمعوا لك، وارد جدا إن هم يفهموا أنت بتتكلمي في إيه. ولو فشلت الطريقة دي ممكن تدخلي حد كبير يكون بيسمعوا له، ويكون في طريقة ما بينهم ويكون في بينهم حوار، ويقدر يتكلم معهم وينصحهم ويبين لهم مدى العواقب أو مدى التأثيرات النفسية السلبية اللي هتعود عليكي إذا لو فضلوا مصممين إن هم يسيطروا عليكي. لأن أي مشكلة تتحل بالتفاهم وبالحوار. خلصت مشكلتنا وخلصت معها حلقتنا، أتمنى تكونوا استمتعتوا، وإلى اللقاء في حلقة جديدة.